سامعك شباب، بدكم صحة سعادة دايما يا رب. رجعت لكم تاني بسلسلة جديدة بفيديو جديد، وأول فيديو في سلسلة باد جايز للعبة جي تي اي في اونلاين. هي السيرفر الاونلاين الاوفيشال بتاع جي تي اي، بس بفكر رول بلاي بينه وبين صاحبي كمال، وممكن الفكرة تكبر ونجيب ناس تانية وتبقى حاجات تانية إن شاء الله ممتعة والكلام من ده. كل المطلوب بس دعمك بزر اللايك والسبسكرايب وتفعل الجرس، وتكتب لي أي فيدباك تحت في الكومنت، أو أي اقتراح إن أنا ممكن أعمله في الحلقة الجاية أو اللي بعدها والكلام من ده، وإزاي أطور في السلسلة وإزاي أطور في السيناريو. عشان كل ده عبارة عن أفكار ارتجالية مني أنا. هتكون في السلسلة، ممكن تكبر بيكم إن شاء الله. بدعمك هتكبر السلسلة وتستمر في رمضان على نظام حلقات كده يعني، ومستمرة يعني. فما اطولش عليكم، اسيبكم مع الفيديو مشاهدة ممتعة. ازيك يا زعيم؟ عامل ايه؟ كويس اهو، طمني ايه الدنيا عندك؟ مخزن الفلوس مليان يا زعيم، ومش عارفين نتصرف في البضاعة. تمام، ماشي. هي بدايتها كده، اول ما جيت المدينة المشاكل حلت علينا. الواحد كان واخد اجازة ومرتاح. اقفل يا ابني، انا هشوف الدنيا. ايوه يا عظمة، انت كمان ايه الدنيا؟ انا لسه قافل مع اخوك يا ابني، انتوا هتشتغلوني؟ ما انا كنت في اجازة ومرتاح. يا زعيم الدنيا خربانة هنا، والبودرة كتير، مش عارفين نتصرف ولا عارفين نعمل غيرها. شوف حل يا زعيم. يا دي النيلة، ايه الشغلانة السودة دي؟ اقفل يا حبيبي، هشوف الدنيا. الصبر من عندك يا رب، ده ما بقاش تليفون، ده بقى سنترال. عاوز ايه خربوش انت كمان؟ يا ريس عامل ايه؟ بص يا ريس، الاول كده الحمد لله على السلامه، يا رب تكون اجازه ممتعه. بس كده كانت اجازه سودة مش ممتعه يا ابني. انا جيت من الاجازه كل حاجه ضربه. قول اللي عندك، ايه اللي بايظ؟ بص يا ريس، هو المصنع واقف، لا في انتاج ولا بيع، فعاوزين ديليفر يا ريس عشان يوصل بس الطلبات، يعني عشان بس ايه الشغل وكده يعني. هو انا فاتح لك مصنع في كنتاكي يلا ولا ماكدونالدز ديليفري؟ اقفل يلا، اقفل يلا. Good evening, sir. How can I be of service? I want you to post an ad on newspapers, magazine, job listing sites, and social media platforms about our need for a new employee. Right away, sir. Anything else you need from me? No, thank you.
Good morning. Please let in the first applicant. صباح الخير يا فندم. مساء النور يا ابني. اقعد ارتاح. ثانية واحدة بس هلبس النضارة بتاعت النظر عشان نشوف السي في بتاعك كويس. اوكي، خد وقت حضرتك. المكتب وسخ محتاج يتنضف شوية. ماشي ما علينا. الاسم مكنفر، خريج أكاديمية علي بصر الإجرامية، تقدير امتياز. بعد ما اتخرجت سرقت 15 بقالة وما اتقبضش عليك ولا مرة. حلو، سي في كويس ومشرف لمجرم هاوي ومبتدئ. تحب تقول حاجة مش موجودة في السي في؟ والله انا استاذ علي بصر حكى لي كتير عنك، وانا بصراحه طمعان في خبرتك وان انا اتعلم منك، يعني ده يكون ليا شرف كبير. ماشي، بس انت مش عشان جاي من عند علي بصلة يعني هتحس ان الموضوع سهل وفيه واسطة وكوسة ومحسوبية. دي مؤسسة إجرامية ما فيهاش واسطة ولا كوسة ولا محسوبية. الغلطة بفورة. لا طبعا يا باشا اطمن، يعني انا مش هكسبك. ماشي، بص انا مش هقول لك البوليس والجيش والكلام من ده، دول الفلوس تجيبهم. يعني في اي مكان هتلاقي موظف فاسد تبعنا بياخد فلوس عشان يسهل لنا الشغل بتاعنا. الخوف مش هنا، الخوف من العصابات التانية اللي مستنية غلطة لينا عشان هي اللي تتحكم في البلد. فزي ما قلت لك الغلطة بفور، مش هسمح بالأخطاء. لو في خطأ هنسفك انت وعلي بصل. لا اطمن يا باشا. تمام. انا ما بحبش النظري، انا بحب العملي. دلوقتي وانت طالع هتدي رقمك للسكرتيرة، هتديك لوكيشن، هتبعت لك لوكيشن. اللوكيشن ده لما تروح هناك تلاقي واحد مستنيك، هيديك مهمة صغيرة قوي. المهمة دي لو نجحت فيها هتكون معانا، ما نجحتش فيها لا انت شفتنا ولا احنا شفناك. والاكونت بتاعك اللي على مجرم دوت كوم هيتمسح ولا كأنك قدمت عندنا ولا اي حاجة. ديل تحت امرك يا باشا. ديل اور نوت ديل. دقيقة يا باشا، تحت امرك. تقدر تتفضل. شكرا لوقت حضرتك. يا ريت بس ما اكونش ضيعت وقتي معاك سودا. اتفضل. ايوه زعيم، عامل ايه؟ كويس يا خربوش. بص يا خربوش، العضو الجديد اللي في العصابة جاي لك دلوقتي، هو اللي هيوصل الطلبة دي. شوف الدنيا معاه واختبره كده وشوف دنيته ايه، هل هينفع معانا ولا مش هينفع. مات يا ريس. هو داخل عليا اهوت، هشوف الدنيا معاه كده واديك التمام بعد ما نخلص. ماشي يا خربوش، ربنا معاكم. ربنا معانا ازاي واحنا بنعمل حاجة غلط مش عارف. مات يا ريس. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام. انت بقى العضو الجديد؟ ايوه انت مصر خربوش. ايوه يلا خش، يلا ما عندناش وقت، يلا. حاضر يا باشا. على فين يا باشا؟ انا حبيبي في بونتات قدامك اهيت، الجي بي اس موضحها فاتحرك عليها. تمام تمام يا باشا. اهم حاجة بس السرعة عشان ندي التمام على الزعيم يعني. ولا يهمك يا باشا.
عرفنا اكتر عن نفسك بقى كده مكنفر. انا كنت في مدرسة الاجرام بتاعت علي بصرة، وحكى لي كتير عن الزعيم، فحبيت بصراحة ان انا اشتغل معاه. بس ما تخافش، الموضوع ما فيهوش واسطة ولا حاجة يعني. اول ما اتخرجت سرقت 15 بقالة، ما مسكتش ولا واحد فيهم. 15 سنة. اتعلمت مم. 15 اتعلمت سواقة وطيران وسواقة مراكب وموتوسيكلات، ومحترف فيهم. بعرف أرمي بأسلحة، ايه ارمي دي؟ وعندي شهادة رماية يا حضرتك، رماية. اه تعرف تستخدم اسلحة يعني، ما تقولش الرماية يا عم، ايه الرماية دي يا عم؟ دراسة أكاديمية بقى وكده. لا ما انت هنا بقى عشان تنسى الاكاديمي خالص، ده وقت ولا التطبيق أنا العملي. كمان. يلا بينا. يلا ادي اول بوي بوينت. ادي تمام أنا يا شوية، باشا. انزل انزل انزل. يلا على اللي بعده. مش محتاج اقول لك ان اهم حاجة في شغلانة السرية. يا باشا أنا اتوصى عليا جامد جدا من المعلم، من الزعيم. ما تخافش يعني، كله في الذكرى. البص، انت لو ظبطت نفسك وظبطت شغلك مع الزعيم هيدلعك. انزل. يلا على اللي بعده. ده حلو اهو يا تمام يا عم. ريس. يا باشا احنا تحت أمرك. انت جاي في وقت بص قاتل، فكيت ازمة. لا والله كان في مشاكل ولا إيه؟ لا ما فيش مشاكل ولا حاجة، بس هي المشكلة الوحيدة بس احنا كنا محتاجين واحد يساعدنا في توصيل الشغل. انت عارف بقى الزعيم بادئ من الصفر، وكان قليل بس الناس اللي هم بيثق فيهم، فكان في ضغط شغل كتير. طبعا البركة أهو. لا حلو حلو. تمام تمام أوي. يلا مكان تمام ما كده يا جينا باشا. بقى. تمام مكان ما جينا بقى عشان ندي التمام للزعيم. تمام ماشي. نتكلم توصيل بقى. بقى يا معلم خربوش. توصية على ايه؟ ظبطني كده مع الزعيم ولا لا ايه؟ ما تقلقش ما تقلقش. خلاص انت معانا. تمام، ربنا يخليك يا معلم. الله يخليك حبيبي. بس كده حبيبي. الله ينور عليك. تمام يا باشا. استنى بقى نتصل على الزعيم ونديله الاوكي. اخر بوش ايه الدنيا؟
مكنفر عامل ايه معاك؟ زعيم احنا خلصنا زعيم وكله مية مية. الراجل طلع سويق هليكوبتر ومية مية، ما تقلقش يعني، كله تحت السيطرة ووصلنا كل البضاعة. ايه ده بالسرعة دي؟ ايه الدنيا يا ابني؟ متأكد يعني ان مية مية يعني مفيش حاجة، محسيتش من كلامه اي حاجة كده؟ لا يا زعيم الراجل مية مية يعني وشغله حلو وعايزينه معانا. خلاص يا ابني، على بركة الله. بلغه بقى ان هو معانا، وهتصل انا بيه بكرة يعمل معايا انا المهمة الجديدة. وانت ايه، ركز في شغلك كده، ما عندكش حجة تانية اهو، ما عندكش حجة ان الشغل يقف. مش عاوز كلمة حاجة اسمها الشغل وقف يا زعيم. ماذا يا زعيم ماذا؟ يلا مع السلامة، ربنا معاك. مع السلامة. ربنا معايا مع ازيك يا زعيم، يعني احنا بنعمل كل شغلنا شمال في شمال. تقول ربنا معاك، ده ربنا هيولع فينا بجد. سلام يا زعيم. أمو كنفر، في رسالة من الزعيم أيوة يا باشا. ليك. أيوة. مبروك، انت معاه بقيت عضو معانا في العصابة. يا ربنا يخليكم يا جماعة. في رسالة هتجيلك من الزعيم أو مكالمة هتجيلك من الزعيم بالمهمة الجديدة. هتكون انت وهو بس مع بعض. خلي بالك بقى ان الزعيم ما بيحبش أخطاء خالص في المهمات بتاعته. الله المستعان يا عم. وفي عضوين تانيين في العصابة انت هتبقى تتعرف عليهم قدام، يعني لما يحنوا الفرصة وبعد تمام حلو. شوية شوية، يعني عشان انت لسه جديد كده يعني. تمام حلو اتفقنا. يلا سلام يلا. بالإذن. يا زعيم عامل إيه؟ أبو كنف، طمنا عليك. الحمد لله يا زعيم كله تمام. ماشي. بص، العملية اللي انت عملتها مع محسن خربوش، الراجل بيشكر فيك تمام ومية مية. شكلك يا ابني هتعمر معانا يعني. تعمل ايه دلوقتي؟ لا أنا كنت لسه مخلص تربية بودرة عشان المخازن مليانة وكنا عايزين مواد خام. حلو، نشيط نشيط يعني. ماشي، بحب انا الراجل النشيط في شغله يعني، وامين في الشغل. ماشي، ما علينا من المواد الخام دلوقتي. بص انا هبعت لك لوكيشن دلوقتي، تروح لي على هناك على طول. وقت الجد بدأ، شغل التوصيلات ولعب العيال ده خلاص، دلوقتي وقت الجد. عليك عندي بعد ما ابعت لك اللوكيشن على طول. تمام يا ريس. ازيك يا زعيم، ايه أخبارك؟ تمام. لا كويس كويس، مواعيدك مظبوطة مكافئ. علي بصلة ايه الدنيا؟ عرف يدرب الناس اللي عنده كويس. باشا دي أحلى حاجة عندي. بص يا ابني، أنا هنا دي القاعدة بتاعتنا، دي اللي احنا بنعرف كل حاجة في المدينة بتحصل بالظبط، عشان مفيش عصابة جديدة تخش منطقتنا. مهم، يلا بينا عشان وقت الجد بدأ. ورايا. تمام. احكي لي بقى ايه انطباعك كده عن الشغل معانا في أول يومين. والله كله تمام بصراحة يعني. فرصة سعيدة إن أنا أشتغل في حاجة كبيرة زي دي. ماشي. بص يا ابني، زي ما انت شايف كده، احنا بنخطط لعملية كبيرة. العملية ديت في ناس، اقعد بس عشان اشرح لك وانت قاعد متوقفليش، متعبش الوقف. في ناس مكلفانا بمهمة، ناس من البلد يعني، مش عاوزين يوسخوا ايديهم بالدم والكلام من ده، فقالوا ايه، يكلفونا احنا بالمهمة دي. زي ما انت شايف كده، في 3 خطوات لازم نعملها عشان نوصل للمهمة الأساسية. وطبعا مفيش حاجة ببلاش، حتى تبع، لو تبع مين بالذي هناخد الفلوس، يعني هناخد فلوس، احنا اساسا بنشتغل عشان فلوس. صح ولا أنا غلطان؟ تمام يا ريس. فاحنا هنبدأ بقى الميشن الأولانية. واحنا بنعمل ميشن
هشرح لك كل تفصيلة واحدة عن التانية. يلا مكنفر، وقت الشغل. يلا يا باشا انا وراك. يلا بينا. زي ما انا قلت لك، المهمة ديت تبع ناس في الحكومة، بس احنا بنعملها مكانهم، فمفيش اخطاء. يلا. ما تخافش يا باشا، كله تحت السيطرة. اتحرك على الواي بوينت. يلا مكنفر، خلي بالك الضرب اشتغل. المفروض نساعد وناخد احنا الشنطة الزرقاء دي. انزل. تمام يلا يا ريس. ال... الناس اللي عليهم دوائر حمراء دول هم اللي اعدائنا. اقتل. العربية. يلا بسرعة. فين؟ اركب خلي بالك. انت ركبت معايا ولا لا يا ابني؟ ركبت. ما تقول من بدري عشان اتحرك. يلا احنا المفروض دلوقتي نحصر الثلاث نجوم اللي علينا دول، نطلع من الرادار. هي مهمة تبع الحكومة بس سرية، بقية الناس ما تعرفش عنها، عشان مش لازم يعرفوا ان الحكومة بتاعتهم بتعمل شغل في الخباثة. مظبوط. A few minutes later. لا فعلا النهارده اثبتت لي كفاءتك، وان الكلام اللي مكتوب في السي في ما كانش كلام بس على الفاضي. فعلا علي بصل عارف يدربك في الأكاديمية كويس ويطلع كوادر تفيد العالم الإجرامي الجديد. فاكر يا زعيم، وفعلا كان بيدينا تدريبات صعبة في الأكاديمية لحد ما خلانا خبرة في استخدام السلاح والهروب والسواقة. ده واضح من الكلام اللي قاله لي محسن خربوش لما انت طلعت معاه عملية بيع البضاعة، ودلوقتي واضح أكتر وانت طلعت معايا العملية دي. طب تعال نتمشى بقى واحنا رايحين غرفة العمليات، نتكلم شوية في اللي حصل النهاردة. قول لي بقى ايه شعورك وانت طالع معايا اول مهمة رسمية ليك، شغل عصابات، شغل تقيل، مش سرقة بقالات، شغل هواه يعني. ولا أنا كنت متحمس ومهيأ نفسي وتعبت في الأكاديمية وبره الأكاديمية واشتغلت على نفسي كتير عشان أكون مفيد في يوم زي ده. طب تمام. طب انت شايف في حاجة حصلت النهاردة كده، اخطاء؟ لو في اخطاء حصلت في حاجة ممكن نتفاداها المرة اللي جاية؟ انت عارف ده جزء صغير من مهمة كبيرة احنا شغالين عليها، يعني في اجزاء تانية كتير جاية. والله هو شغل على مية بيضة بصراحة، بس كان عندي 3 نقط كده لاحظتهم. طب قول الثلاث أول نقط. حاجة أول حاجة إن إحنا سرعنا في الهجوم شوية، غير ما نعرف عدد الناس اللي إحنا رايحين عليهم دول قد إيه أو تمركزهم فين بالظبط. تمام. تاني حاجة إن إحنا طالما هجمنا مباشر عليهم كده، دخلنا عليهم على طول مفاجئ، كان المفروض نعمل احتياطنا مثلا في عربية مدرعة ولا حاجة عشان نعرف نخترق صفوفهم من غير ما يحصل لنا إصابات. لو حصل لنا إصابات ولا حاجة أنا أو أنت كان ممكن العملية تبوظ مننا. طب كلام حلو. تمام، العربية المدرعة موجودة، مش واحدة كمان، اتنين. آخر حاجة بقى إن إحنا كان ممكن طالما العدد بتاعهم كبير كده ناخد رجالة معانا يساعدونا شوية في الموضوع. ما هي المشكلة مش هنا، المشكلة مش في عدم وجود الرجالة، المشكلة ان الشغل اللي زي ما انت شفت شغل كتير، وعدد الناس اللي انا بثق فيهم قليل، فمفيش غير انت لسه جديد يعني، فعشان بس ما تزعلش يعني، ده انت لسه كان اول تيست ليك، اول اختبار ليك. في 3 تانيين غيرك، زي ما انت قابلت محسن خربوش في 2 تانيين غيرك، علي عظمة وعمرو هوهو، فهتشوفهم مع الايام والمهمات اللي جاية كتير يعني، ما تقلقش. زي ما قلت واحنا جايين، ده جزء صغير من مهمة كبيرة، وزي ما انت شايف كده على الشاشة احنا يا دوب خلصنا جزء واحد بس وفاضل اجزاء تانية كتير.
الأجزاء دي كلها حاجات لازم نجمعها عشان نخلص المهمة الكبيرة. فالحاجات دي يا إما هنشتريها يا إما نسرقها، وإحنا عصابة يا ابني، يعني أكيد مفيش عصابة بتشتري، اللي إحنا بنعوزه نجيبوه. فأنت جاهز بقى لبقية الأجزاء اللي جاية؟ بصراحة أنا جاهز ومستعد وأملي في الشغلانة دي كبير. ضحكتني، كلام حلو من شخص لسه مبتدئ كان بيسرق بقالات بس من كام يوم. تمام، طول ما انت معايا هتتعلم، بس اهم حاجه زي ما انا قلت لك في الانترفيو في المكتب، زي ما لو انت فاكر، اهم حاجه الاخلاص والامانه واسرارنا ما تطلعش بره. يا باشا اعتبرني دراعك اليمين من أول النهاردة. هنشوف الايام اللي جايه تثبت. يلا جاهز للمهمه اللي جايه؟ جاهز يا باشا، يلا بينا. يلا بينا.